فكرت فيها شوي حتتساءل ليش الرجال فينهم يطلعوا لحية والنسوان لا؟ أو بعض الشعوب الآسيوية. بالواقع في سبب علمي وراء ظهور اللحية بوجه الرجل. العلماء بعد ما درسوا الموضوع وحللوه اكتشفوا أنه ظهور اللحية بوجه الرجل سببه أنه أسلاف البشر من زمان كانوا يتقاتلوا بشكل فردي وجها لوجه. لهذا السبب المحاربين من زمان كانوا يطيلوا اللحية ويطولوها. ولاحقا العلماء عملوا دراسة ودرسوا 3 أنماط من الوجوه، قارنوا ما بين الرجل اللي ما بيمتلك أبدا لحية، وما بين الرجل اللي عنده لحية خفيفة، وما بين الرجل اللي بيمتلك لحية ضخمة وكثيفة. وبعدين لاحظوا انه الرجال اللي ما بيمتلكوا لحية كانوا بعد تلقي اي لكمة على الوجه كان الفك ينكسر بنسبة 100%. اما الرجال اللي كانوا بيمتلكوا لحية كثيفة او لحية عادية حتى فكان نسبة كسر الفك عندهم 45% بس. فاللحية هي شكل من اشكال التكيف على الصراع البشري. هذا سبب منطقي ليش النساء ما عندهم لحية، لانه